السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي الطبق بتاعنا اللي كانت عليه النهاردة المسابقة. وطبعا طبقنا هو ايه يا ترى؟ يا ترى عرفتوا ولا لسه؟ شوفوا كده. شوفوا بقى معانا النهاردة هنعمله محشي جميل جدا، كوسة وبدنجان، وهنعمل كمان ممبار، وهنعمل الطبق اللي كانت عليه الجايزة النهاردة وكانت عليه المسابقة. بصوا الممبار بتاعنا الجميل عامل ازاي. طبعا ما ننساش بقى قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصلنا كل جديد. ويلا بينا مع بعض. طبعا ده طبق الفراخ، هنعمل فراخ محمرة كده بالزبدة والزيت، جميلة وسهلة وبسيطة خالص. طعمها كان جميل جدا وروعة مع المحشي وبرده تغيير. ومعانا طبق كمان جميل جدا، هو قلب الكوسة، الطبق الرائع الجميل المغذي. لو عندك أطفال كمان أو كبار الطبق ده مغذي جدا وطعمه يبقى جميل قوي قوي. طبعا ده أساسي عندنا، لازم نعملوه مع المحشي. ده هيكون أسرع فيديو اتعمل له مونتاج أو أسرع فيديو أنا اتكلمت فيه، عشان أنا بحاول يكون فيه مصداقية معاكم، وإن أنا لما أقول حاجة فعلا بنفذها. فطبعا انا خلصت الفيديو في مدة قياسية، يعني يعتبر ان انا مش هعيد كتير، حتى لو في لخبطة في الكلام في الفيديو بقى سامحوني. طبعا المحشي بتاعنا النهاردة ان شاء الله برضو خليكم معايا عشان تشوفوا الطبق اللي احنا عملنا عليه مسابقة كان ايه. دلوقتي ده كده رز، كيلو ونص رز، ومعايا بصل 4 بصلات متوسطين كده حلوين كده، ومعايا خضرة محشي مخرطة فيها عودين نعناع، معايا طماطم، ومعايا صلصة، ومعايا زيت، فلفل اسمر وملح وشطة. طبعا انا هقلب البصل بتاعي كويس مع الرز، لو لاقي ان محتاج تاني بصل احط تاني، اجيب تاني بصل مفيش مشكلة خالص. لقيته تمام خلاص اكمل الخلطة بتاعتي. حطيت الخضرة، حسيت ان هي كتير فقلت احط جزء كده ونسيب جزء لو لقيناها محتاجة تاني نحط تاني خضرة. طبعا المحشي بتاعنا كله ني في ني، ما سبكتش ولا اي حاجة. انا كنت عاملة محشي تاني مسبك، هبقى انزله لكم ان شاء الله. بس بقى ده جه قدامي كده الفيديو ده عشان هو اللي كان عليه اللي كان فيه الصورة اللي عليها الجايزة واللي فيها المسابقة. طبعا فيديو جميل قوي، انا مبسوطة ومستمتعة ان انا عملته معاكم بالطريقة ديت. كان كده جو حلو مع بعضينا كده. وانا والله بحبكم كلكم، وبشكر كل الناس اللي دخلت القناة وعملت لي اشتراك وعلقت لي وعملت لنا لايك، بشكركم جدا. احنا كده بنقلب المحشي بتاعنا بقى كويس جدا مع البصل والطماطم. طبعا وزودت خضرة تاني ولقيته محتاج طماطم تاني، جبت طماطم تاني عشان لازم طبعا المحشي بتاعنا يبقى مظبوط، طماطم حلوة كتير كده والخضرة تبقى كتير في المحشي، بيبقى جميل طبعا بالخضرة الكتير. انا لقيت حبة الخضرة اللي فاضلين كمان مش كتير ومش هيضروني في حاجة في المحشي، هحطهم دلوقتي كده. الخضرة بتاعتنا تمام والطماطم تمام، عشان عاملة كمية رز كيلو ونص، كله كده بقى تمام قوي. حطينا فلفل اسمر والملح والشطة والزيت، ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. والطبق بتاعنا اللي كان عليه المسابقة هو ايه؟ هو كوارع، وهنعمل ورق عنب. هنعمل ان شاء الله كده ورق عنب بالكوارع، هنخليها وان شاء الله نعمل المحشي معاكم. طبعا في ناس قالت على الصورة انها كوارع، برافو عليكم. وفي ناس قالت على الصورة انها في حد بقى يعني كومنت كده عجبني جدا، هو من مروة بنت اختي، قالت ان ده ورق عنب، رغم ان الصورة ما فيهاش، قالت احساسي بيقول ان ده ورق عنب. فانت احساسك جميل قوي يا مروة، بصراحة انت اللي كسبتي معايا، وكسبتي معايا ان شاء الله طاجن ورق عنب بالكوارع. اما تيجي بالسلامة ان شاء الله، اكيد اكيد لازم
تاخدي الجايزة بتاعتك بإذن الله. في ناس بقى قالت كوارع برضو، برافو عليهم قوي. انا مبسوطة منهم برضو، وبرضو انا هكسبهم معايا ان شاء الله. بس طبعا مش زي مروة، لان مروة قالت ورق عنب. فهو طبعا الاتنين قالوا نص الإجابة، يعني سواء مروة سواء في ناس تانية جاوبت قالوا نص الإجابة بس. قالوا وناس قالت كوارع وناس قالت ورق عنب. انتوا بقى اكتبوا لي في التعليقات، انا المفروض اللي يكسب مين فيهم، اللي قال ورق عنب ولا اللي قال كوارع. عشان انا صراحة برضو لسه انا محتارة جدا. بس انا عجبني تعليق مروه، لان ما كانش باين خالص ورق العنب. ورق العنب ده كان تحت الكوارع، اللي كان على الوش ده هي الكوارع، والبصل والجزر اللي كان في تحت في الحله. فهي ازاي حست ده؟ قالت احساسي ان ورق عنب. فانت احساسك جميل قوي يا مروه، وعجبني تعليقك قوي يا مروه. فانا برضو عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات انا مين اللي يكسب معايا، الناس اللي قالت كوارع ولا الناس اللي قالت ورق عنب. الطبق بتاعنا اللي انا كنت عامله عليه مسابقه هو ورق عنب بالكوارع. شوفوا لي بقى انتوا حل، وقولوا لي ايه رايكم، عشان ابقى انا عادله ومنصفه في المسابقه بتاعتنا، يبقى فيها انصاف وعدل. فانا هاخد رايكم، والراي الاغلبيه هو اللي يمشي. طبعا بقى مش عارفين هنكسب ناس ولا مفيش ناس هتكسب خالص ولا ايه الوضع، مش عارف. هنا انا عملت شرايح بقى بصل وفلفل رومي وشرايح جزر، وحطيت كام برضو كده قطعة فلفل حامي. وحطيت الكوارع بتاعتي انا حمرتها معاكم اهو في الزيت، اديتها كده تحميرة في الزيت كويسة، وحطيناها في الحلة تحت. وهنبتدي نلف ورق العنب معاكم، والممبار طبعا والكوسة والبتنجان. هنبدأ بورق العنب. طبعا طريقة لف ورق العنب السهلة الجميلة اللي احنا بنعملوها، انا بفرد كده، بجيب انا اسفة، بجيب الصينية وافرد عليها كمية ورق عنب كده مناسبة. وطبعا انا بحط اهو زي ما انتم شايفين معايا، اللي معايا ده مكيال كده، عشان حابة ان الورق العنب كله يبقى قد بعضه. طبعا انت ممكن بمعلقة شاي صغيرة. مشكلة كمان ان الورق بتاعي فيه ورق كبير وورق صغير، يعني الورق ما كانش كله مقاس واحد. فالموضوع يعني كان صعب شوية. انا كنت بحط نص الكمية طبعا في الورقة الصغيرة، والمكيال كامل في الورقة الكبيرة. اهو زي ما انتم شايفين الطريقة سهلة ازاي وبسيطة. وانت قاعدة كده مرتاحة، ترابيزة وكرسي، افرجي الورق قدامك، هتلاقي نفسك انجزتي احسن ما تلفيه على ايديكي. برضو عايزة تلفيه على ايديكي والطريقة دي اريح لك، مفيش مشكلة. المهم الخلطة بتاعتنا كانت خفيفة جدا وجميلة جدا. انا عاملاها طبعا بالزيت بس عشان خاطر انا الشوربه بتاعت الكوارع، رغم ان برضو شوربه الكوارع انا خففت منها الايدام بتاعها، ما خليتهاش تقيله جدا، عشان احنا الاكل برضو لازم يبقى صحي شويه. البصل ني، الطماطم نيه، كل حاجه كانت نيه، ما سبكتلوش المحشي ده. بس الورقه بتتلف معايا جميله جدا، شايفين الجمال ببساطة كده. سموكة بقى بنتي قاعدة معايا ومصممة انا هكمل ورق العنب يا ماما. قلت لها مفيش مشكلة سما، اصبري شوية طيب وانا هخليكي تكمليه والله. اهو قلت لها نعمل كمان كمية كده عشان تتعلمي، ولازم طبعا نعلم بناتنا. اللي عنده بنات ربنا يخليهم له يا رب، واللي ما عندوش ربنا يرزقه بإذن الله. البنات نعمة من عند ربنا، ربنا يخليهم لنا يا رب. طبعا هم ساعدوني عشان حرام ما نكرش يعني. مريومة كانت بتروق البيت وتظبط البيت، وسما كانت معايا في المطبخ. سموكة كمان بتحب المطبخ قوي يعني، وعامله لكم مكرونه بشاميل ان شاء الله، هنزل لكم الفيديو بتاعها قريب. ما تنسوش بقى بالله عليكم في التعليقات تقولوا لي انا مين اللي يكسب معانا، اللي جاوب وقال ورق عنب ولا اللي جاوب وقال كوارع. محدش قال الاجابه صحيحه يعني خالص، محدش قال ورق عنب بالكوارع.
احلى من طعمه بالفراخ كمان. انا عملته بالفراخ وان شاء الله عملته ان شاء الله بصلصه بالمسبك. عملت المحشي مسبك وعملت ورق العنب بالفراخ، هبقى انزله لكم ان شاء الله برضو في فيديو تشوفوه. هنا سموكه بقى بتتعلم تقول لي يا ماما كده حلو ولا لا، قلت لها تعالي يا سما انا هعلمك. هي صراحه لفت المحشي معايا وشطوره جدا. اهو جميل جدا، انا بعلمها اهو زي ما انتم شايفين. وعملنا ورق العنب انا وسموكه حبيبه قلبي. هي قعدت بقى تعمل معايا ورق العنب كله بصراحه، ربنا يخليها لي يا رب. زي ما بصوا ايديها الصغنونه الجميله وهي بتعمل معايا. انا طبعا جبنا الممبار وبدات احشي. انا حشيت جزء اهوت، ونشوف مع بعض احنا الممبار نحشيه باسهل طريقه ازاي. انا فتحته بصباعين الابهام والسبابه كده، فتحته وبقيت بحشي بايدي التانية بسرعه، ما خدش معايا وقت. وانا مقطعه الممبار كله مقاس واحد، والحمد لله ما طلعش مقاس واحد الحمد لله. بعد ما استوى طلع مقاسات، بس كان شكله جميل جدا وطعمه كان اجمل. الخلطه بتاعتنا كانت جميله، ني في ني كده وحاجه خفيفه. انا طبعا والله كمان شوربه الكوارع انا شلت طبقه الدهون الجامده اللي بتبقى في الكوارع عشان برضو تبقى الشوربه بتاعتنا خفيفه، ما يبقاش الاكل تقيل كده على معدتنا. وفعلا الحمد لله كان ورق العنب بالكوارع كان خفيف جدا، كان جميل. ما تصدقيش ان هو معمول بشوربه كوارع، لا هو معمول بشوربه بسيطه وخفيفه. احنا نقدر نسهل على نفسنا كل حاجه. انا بقيت اخلص الممبار وسموكه بتخلص لي في ورق العنب. انا بقيت مبسوطه بيها جدا. تاني هفكركم احنا عاملين مسابقه على طبق، صوره طبق، وانا سالتهم دي صوره ايه. ناس قالوا لي دي كوارع، وناس قالوا لي دي ورق عنب. دول الناس اللي جاوبوا صح. طبعا انا مش عارفه مين يكسب فيهم، بس اللي كان ظاهر طبعا الكوارع اكتر بطبقه البصل والليمون اكتر. الورق عنب ما كانش ظاهر، فاللي قال ورق عنب ده احساسه قوي قوي يعني. مروه حبيبتي انتي احساسك جميل يا مروه وقوي يعني. قلتها بقول لك اول وتاني وتالت يعني. انتي خطيره يا مروه. ان شاء الله تيجي تشرفيني يا مروه بقى لما تيجي اسكندريه ان شاء الله، واعمل لك احلى طاجن كوارع ورق عنب بالكوارع ان شاء الله. الناس برضو اللي قالت كوارع برافو عليكم. بس برضو احنا هنشوف برضو هنعمل كده، نشوف كده نقول مين اللي هيقول لنا مين يكسب، اللي قال كوارع ولا اللي قال ورق عنب. هنسيب الرأي للجمهور. يا ريت بقى تخشوا في التعليقات كده وتكتبوا لنا، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. شوفوا سموكه بقى وهي بتعلمكم ورق العنب، شوفوا بقى الجمال كده. كل شويه تقول لي ظهري يا ماما وجعني، اقول لها معلش يا سموكه خلاص قربنا نخلص. بصراحه بقيت مبسوطه بقى جدا، ابهرتني يعني الصراحه. بصوا الجمال، بصوا ايديها الصغنونه الجميله بتوريكم. والله عامله صينيه مكرونه. انا خلصت لا قبل منها، انا كسبت خلصت الممبار قبل منها. ادي الكوارع بتاعتنا اللي احنا محمرينها في الزيت الجميله بصراحه، وكان طبق جميل. كانت حله ورق عنب بالكوارع جميله جدا. تاني هنقوله احنا حطينا تحت في ارضيه الحله شرايح ليمون، شرايح بصل، شرايح فلفل رومي، شرايح جزر، شرايح فلفل حامي، وحطينا الكوارع بتاعتنا حمرناها على الجريل او في الطاسه بزيت. وهنبتدي نصه بقى ورق العنب الجميل 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 اللي سموكه بنتي حبيبتي جميله قلبي اللي عاملاه ما شاء الله عليها صراحه. والله لما اكون في المطبخ لازم تقف معايا لحد ما اخلص.
وبتتعب معايا والله، بتفضل تساعدني ما تسيبنيش، ما بتحبش تسيبني ابدا وتطلع من المطبخ. ومريومه القمر كانت بتروق البيت، ربنا يخليهم يا رب. يجي بقى سما عماله تناولني ورق العنب. ان شاء الله انزل لكم فيديو المكرونه البشاميل اللي سما عاملاها. هي صممت. طبعا جبنا طبق وهنحطوه على الحله كده عشان نسقي ورق العنب. نحط كميه شوربه مناسبه. بصوا الشوربه اللي انا بحطها دي شوربه الكوارع، يعني شوفوا لونها وشكلها، تحسي ان هي شوربه خفيفه. انا خليت الكوارع بردت، وانا خدت الطبقه التقيله اللي هي بتاعت الايدام اللي بتبقى على الوش دي، انا شلتها صراحه، خفتها خالص. جبنا حله كده فيها ميه مغليه، وهنحط فيها بقى فلفل حامي وبصل وورق لورا، ونحط شرايح جزر وفلفل اسمر وملح عشان خاطر نسلق فيها الممبار بتاعنا. اول ما تغلي كده كويس بالمكونات اللي احنا حاطينها، هننزل الممبار بتاعنا كله زي ما انتم شايفين. مبروك يا مراوي، الف مبروك يا حبيبه قلبي، عقبال ما الهديه تكبر يا رب، تكبر بيكم ان شاء الله. قناتنا تكبر، والهدايا بتاعتنا ان شاء الله تكبر، وهتكبر بيكم باذن الله. ادي ورق العنب بتاعنا بيستوي، والممبار بتاعنا حطيناه على النار، ويلا نشوف هنعمل ايه تاني. طبعا دي الشوربه بتاعتنا، انا ظبطتها وحطيت فيها معلقه زبده كده حلوه خفيفه، وهنحطه نسقي بيها البدنجان والكوسه بتاعتنا. هنسيب بقى المحشي بتاعنا كده. فاضل لنا ايه تاني؟ ادي ورق العنب، وادي الممبار، وادي الكوسه والبتنجان. فاضل عندنا قلب الكوسه اللي احنا اطفالنا كلهم بيحبوه، طبق جميل جدا جدا جدا. اوعي ترمي الكوسه، اوعي ما تاكلهاش لاطفالك، كوسه مغذيه جدا. هنحط عليها معلقتين من الخلطه بتاعتنا، ومغرفتين شوربه، نحطوا معلقه زبده خفيفه، ونظبط الملح بتاعنا اهو. بحط معلقه زبده اهو بس كده، وهنسيبها تستوي. طبق جميل جدا ومغذي لاطفالنا، والكبار كمان بيحبوه. جبت معلقه زبده على حبه زيت، وهنحمر فراخ شرايح كده. انا غسلاها كويس بالليمون وبالخل والليمون والملح، خل وليمون وملح، وغسلاها كويس جدا. الفراخ دي طعمها حلو قوي 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 قوي، بجد طعمها جميل. انا بستخدم زبده بقري، جميله جدا في الاكل وفي الفطير وفي كل حاجه، طعمها خطير. انا صراحه مش حابه ان انا اسيحها سمنه، انا حابه استخدمها كده. عجبني قوي طعم الاكل بيها، بتطلع الاكل طعمه جميل قوي. وكمان في الرز بالشعريه طعمها روعه، وفي الفطير شوحت بيها الكوارع وانا بسلقها، كانت جميله جدا. انا في فيديو الكوارع كده هنزله لكم لوحده، في فيديو بتاع الكوارع انا ما حطيتهوش مع الفيديو دوت. ان شاء الله هنزله لكم في فيديو منفصل لوحده، عشان حسيت الفيديو هيبقى طويل قوي. هنزله لكم بعد الفيديو ده على طول باذن الله. هنا حمرنا الفراخ بتاعتنا اهو في الزبده، فلفل اسمر وملح فقط لا غير. حاجه كده جميله، حاجه عظمه يعني. هنا معلقه زبده وحبه زيت عشان نحمر الممبار بتاعنا. هنسيب الجريل تسخن كده كويس، او الطاسه لو عندك، او ممكن صينيه وتدخليهم الفرن تحت الشوايه، مفيش مشكله خالص. وهننزل بالممبار بتاعنا في الجريل كله، نحمروه كويس.
اوعوا تنسوا بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلنا كل جديد بإذن الله. دي حطينا الممبار بتاعنا وبنقلبه كويس كده في السمنة والزبدة. نرشه كمان عليه رشة فلفل أسمر وملح فقط لا غير. الأكل بتاعنا سهل وبسيط وخفيف جدا. كان طعمه صراحة فظيع يعني. ادي الفلفل الأسمر وادي الملح، ونديله تحميرة بقى. شايفين الزبدة بقى كده بتتفاعل مع الممبار. كان يوم جميل ويوم خفيف على قلبي خالص والله العظيم، بالمسابقة كمان اللي احنا عملناها دي. وشطورة يا مراوي، احساسك جميل، قلتها للمرة العاشرة في الفيديو. يا رب اصلا تخشي تتفرجي وتشوفي الفيديو. ما تنسوش تعلقوا لنا وتقولوا لنا مين يكسب معانا، مروة اللي قالت ورق عنب ولا الناس اللي قالت كوارع. خليكوا عادلين في قراركم وابعتولي في التعليقات وقولولي مين يكسب معانا في المسابقة دي، عشان بجد انا حبيت الجو المسابقات ده، حلو جميل ولذيذ كده، خلى اليوم خفيف كده علينا وخلى في تواصل بينا. ان شاء الله زي ما قلت لكم مسابقتنا وهدايانا تكبر بيكم ان شاء الله، وربنا يوفق الجميع. خلاص حمرنا الممبار بتاعنا بالزبدة والزيت، وهنجيبنا طبق التقديم بتاعنا وغرفناه. شكله جميل جدا وطعمه كان جميل. وغرفنا طبق قلب الكوسة بالرز. ما شاء الله انا ابني ما كلش غير الطبق ده، ابني ياسين الصغير ما كلش غير ما شاء الله طبق قلب الكوسة ده بالرز، وحلى يعني بقية الكلام ده حلى بيه بالليل. ادي طبق الممبار بتاعنا الجميل، وادي طبق الفراخ المحمرة بالزبدة طعمها كان روعة. وده قلب الكوسة بالخلطة. وهنشوف مع بعض بقى ربنا يستر طبعا الطبق المميز بتاعنا اللي كان عليه المسابقة النهاردة. يلا بقى نشوف الطبق اللي حير الناس النهاردة، الناس اللي قالت صينية بطاطس وناس اللي قالت صينية سمك. طبعا هو مش صينية بطاطس ومش صينية سمك، هو ورق عنب بالكوارع. كوارع بقى متحمرة جميلة، طعمها قوامها كان متماسك، طعمها كان جميل، كل حاجة كده كانت جميلة جدا. يا تكاتك يا حركاتك كده. جربوه هيعجبكم جدا، طعمه كان جميل ولذيذ. برضو المهم انا ما نزلتلكوش الفيديو بتاع الكوارع، هنزله لكم بعد الفيديو ده على طول، عشان انا استعجلت جدا عشان انزل الفيديو دوت، عشان هو هيكون الاجابه على مسابقتنا النهارده. ادي الكوسه الجميله والبدنجان الجميل، الاكل الفريش. انا عملت لكم فيديو برضو بالكوسه محمراها في الزبده بس لسه ما نزلتوش، وكانت الطماطم مسبكه معانا في الخلطه، هبقى انزله لكم ان شاء الله. وادي كده اكلنا كله جاهز وبقى تمام. معانا كوسه، بدنجان، ممبار، فراخ محمره بالزبده، معانا ورق عنب بالكوارع، ومعايا قلب كوسه بالخلطه. الطبق الجميل اللي حير الناس النهارده. ان شاء الله نستنونا في فيديوهات تانية ومسابقات تانية، ونبقى مع بعض وقت جميل ولطيف كده. استنونا بقى في فيديوهات تانية. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع ألف سلامة. قناة يوميات نونا.